أنا سعيدة في أن يكون لهذا الفن جمهور يتبع إنتاجي بشكل يومي وبشكل أسبوعي، وتتغطى مثل هذه المعارض في صحف اليومية ويصبح لها انتشار. أنا سهيلة العطية، مدرب معتمد في مجال الفنون والحرف اليدوية. لدي شغف في إعادة تدوير الأنسجة، ومارست كل أنواع الفنون، النسيج بالأخص كولاج النسيج. فن الكولاج طبيعته عبارة عن تجميع لأكثر من مادة في عمل فني واحد، يعتمده بعض الفقراء لأن المواد متوفرة في كل مكان وزمان. الإبداع يظهر في هذا الفن في الورق وفي الأقمشة، مثل ما أنا مارست هذه الهواية. والفن المعاصر بدأ يعتمد على الفن هذا بشكل واسع. الكولاج أول من بدأ فيه من الفنانين بيكاسو، استخدم بعض القطع الورقية من الصحف، احنا الحين دائما وقت اللي نشوف المعارض بعض قصاصات المناديل، بعض الأقمشة. أنا بديت استعمل القماش في توليف العمل بالكامل. لكن بعض الفنانين الحين في ما يسمى فن الميكس ميديا يستخدمون في مواد عديدة، مثل المعادن، مثل بعض المواد العجائن. الأصل الفكرة اللي تدور في بال الفنان هي اللي تظهر في هذا الفن، وطريقة الإخراج طبعا تعتمد على روح الفنان وإبداعه، فتظهر نتائج يعني على مستويات مختلفة طبعا. فن الكولاج صار شخصيتي فيه وشخصيته فيني، وبالذات الكولاج الأقمشة. طبعا أنا مارست الكولاج الورقي، ومثل ما قلت لك الميكس ميديا هم يعتبر فرع من الكولاج، أرقى شوية منه لأنه يحتوي على مواد كثيرة الميكس ميديا. لكن فن الكولاج النسيجي لقيت نفسي فيه طبعا، وكل واحد يشوف هاللوحات يعرف